السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنحل تمارين محافظة القاهرة. قبل أي حاجة نسمي الله. بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان ألف ينتمي للأعداد الحقيقية الموجبة بحيث إن ألف زائد سالب ألف هو سالب ألف زائد ألف والقيمة بتاعتهم بصفر، يبقى العدد ألف ده وسالب ألف دول إيه؟ قلت له ألف وسالب ألف في الحالة دي معكوس جمعي لبعضهم. ليه؟ عشان المعكوس الجمعي بنغير إشارة العدد. ده كان السؤال الأول. السؤال التاني جايب لي زوجين اتنين بيساووا بعض. فاكرين؟ كنا بنمسك العنصر الأول نساويه بالعنصر الأول والعنصر التاني نساويه بالعنصر التاني. تمام، يبقى معنى كده س ناقص 4 قيمتها بصفر، يعني الس بتساوي 4. نفس الكلام هنا 3 بتساوي 3. الراجل كان عاوز س، قلت له خلاص يا أستاذ، يبقى الس اللي انت محتاجها حضرتك بتساوي 4 اللي هو الخيار د. السؤال اللي بعده بيقول إذا كان ألف على ب بتساوي ج على الدال وكان الألف بجيم ميم. قلت له حضرتك يا أستاذ قلت ألف بجيم ميم باللي قصادها، يبقى أنا على طول أقول لك الب بدال ميم مباشر، يبقى قيمة الباء بدال ميم اللي هو الخيار جيم. السؤال اللي بعده ده سؤال تراكمي. لما تلاقي هندسة قوس بالموجب وقوس بالسالب مضروبين في بعض كنا بنقول ده اسمه فرق بين مربعين، وكنا بنطلع القيمة بتاعته قوس سالب وقوس موجب. كنت بكتب القوس اللي بالسالب اللي هو جذر 5 ناقص 2 واربع الأطراف بتاعتها كده، يبقى القيمة طلعت 5 ناقص 4 اللي هي قيمتها بكام يا باشمهندس؟ ب1 يا أستاذ. يبقى الخيار ألف هو الخيار الصحيح. من مقاييس التشتت قلت له يا أستاذ مقاييس التشتت هي المدى والانحراف المعياري. اللي موجود منهم هنا؟ قلت له اللي موجود المدى، يبقى خلاص. طب يا أستاذ هو الوسط الحسابي والوسيط والمنوال دول اسمهم إيه؟ دول اسمهم قياسات النزعة المركزية. طيب تمام. السؤال اللي بعده ده بيقول مطلق سالب 2 نقط من الصفر. قلت له يا أستاذ مطلق سالب 2 ده المطلق ما بيطلعش سالب نهائي، يبقى الإجابة بتاعتي 2 والصفر قلت له الاتنين أكبر، يبقى الخيار د هو الصحيح. السؤال اللي بعده إذا كان صاد بيتغير مع السين وكانت الصاد ب5 عندما السين ب15، أوجد قيمة س عندما الصاد ب3. السؤال ده يا باشمهندسين لحلين اتنين. في مدرس قال حول دي لعلاقة، يعني اكتب صاد بتساوي م س. ليه؟ عشان باجي أشيل علامة التغير ده واحط مكانها يساوي وميم. شفت علامة التغير بدلتها وحطيت مكانها يساوي ميم. هنبدأ نعوض عن القيم. الصاد ب5 بتساوي السين كانت ب15، يبقى هنا 15 ميم، يبقى الميم طلعت ب5 على 15 اللي هي بتساوي تلت. كده يا هندسة انت حضرتك جبت قيمة ميم. اكتب العلاقة من تاني، يبقى الصاد بتساوي تلت س. هنبدل السين ونحط أو نبدل الصاد ونحط التلاتة اللي قال عليها، يبقى 3 بتساوي تلت س. نعمل المقص، 3 في 3 ب9، يبقى قيمة السين بتساوي 9. طب الطريقة التانية حضرتك كان في قانون محفوظ بيقول اقسم يا باشمهندس س الأولى على س التانية تساوي صاد الأولى على صاد التانية. يلا نعمل تعويضات. س الأولى قيمتها بكام؟ ب15. س التانية محتاجها صاد الأولى ب5 صاد التانية ب3 لأن ده تغير طردي. هعمل المقص، 45 بتساوي 5 في س، ومن هنا قدرنا نجيب قيمة س. تاني ضربنا 3 في 15 ب45 بتساوي 5 س، ومنها الس بتساوي 45 على 5 يعني قيمتها بتساوي 9. نفس الإجابة يا هندسة. النقطة بقى بتقول
إذا كان س بواحد واتنين وتلاتة وصاد بتساوي واحد وأربعة وخمسة وستة، وكانت عين علاقة من س إلى صاد، وكان ألف علاقة مع ب تعني إن اتنين من ألف بتساوي ب. اكتب بيان العلاقة ومثلها بمخطط سهمي. كنا بنعمل عمودين اتنين يا باشمهندس، عمود نسميه س وعمود نسميه صاد، وليكن إن دي السين ودي الصاد. السينات هنحط فيها واحد واتنين وتلاتة، والصادات واحد وأربعة وخمسة وستة. وكان بيقول إن اللي في العمود الأول اسمه ألف، واللي العمود التاني اسمه باء. اتنين من ألف هتكون قد باء، يعني الواحد في اتنين باتنين موجود؟ لأ. اتنين في اتنين بأربعة، الاتنين في تلاتة بستة. طيب اكتب بيان العلاقة. بيان العلاقة بيساوي المجموعة، الاتنين راحت مع الأربعة والتلاتة راحت مع الستة. كويس جدا يا أستاذ. هل هي دالة أم لا؟ قلت له ليست دالة. طب إيه هو السبب يا باشمهندس؟ السبب العنصر واحد ليس له صورة في صاد. بس كده يا هندسة. السؤال اللي بعده، احسب الانحراف المعياري. قلت له أول حاجة بحسبها لك بجيب لك الوسط الحسابي، كان بيساوي مجموع القيم على عدد القيم. واحد زائد اتنين زائد أربعة زائد ستة زائد سبعة زائد 10 على عددهم 6 قيم. تعال نجمعهم. 6 و6 12، 12 و8 20 و10 30. يبقى 30 على 6 قيم فيها الخمسة. بعد كده علشان نجيب الانحراف المعياري بنعمل جدول ونكتب فيه س اللي هي قيم س دي، بعد كده س ناقص س شرطة، بعد كده س ناقص س شرطة الكل تربيع. يلا يا باشمهندس. السينات قيمتها بواحد واتنين واربعة وستة وسبعة وعشرة. س ناقص س شرطة، قلت له حضرتك واحد ناقص خمسة سالب أربعة، اتنين ناقص خمسة سالب تلاتة، أربعة ناقص خمسة سالب واحد، ستة ناقص خمسة بواحد، سبعة ناقص خمسة باتنين، 10 ناقص خمسة بخمسة، ربع 16 9 1 1 4 25. ربعت العمود اللي هو س ناقص س شرطة. تعال نجمع كده الناتج كله 56. لما جمعته يبقى الانحراف قيمته بتساوي الجذر التربيعي ل 56 على عدد القيم 6، وطلع الناتج على الآلة الحاسبة يا باشمهندس. إذا كان س ناقص 3 صاد على س زائد 2 صاد بتساوي تلتين، هتلاقيها س على صاد. قلت له هعمل الناقص، همسك ده اضربه هنا وامسك ده اضربه هنا. 3 في س ب 3 س ناقص 3 صاد في 3 ب 9 صاد بتساوي 2 س زائد 4 من صاد. يلا نجيب س مع س. هنا س الواحدة بتساوي 13 من صاد. عملت ايه تاني يا استاذ عشان مش فاهم؟ بص يا حبيبي، كل اللي انا عملته حضرتك دي كانت 2 س، شلتها حطيت هنا سالب 2 س وهنا سالب 2 س كده بس. بقى 3 س ناقص 2 س ب س. طب السالب 9 صاد شلتها بموجب 9 صاد وهنا موجب 9 صاد. الراجل عاوز مني س الى صاد، قلت له س على صاد ما برجعش فاضي ب 13 على 1، يبقى الاجابه تطلع 13 الى 1. ده قيمه س الى صاد اللي هو كان عاوزها. من الشكل المقابل اوجد كل من س وصاد. قلت له س دايرتها، الدايره بتاعت س اهي، فيها ايه؟ فيها 2 و5. طب ودايره صاد فيها ايه؟ قلت له يا استاذ فيها 1 و3 و2. يبقى س فيها 2 و5 والصاد فيها 1 و2 و3. مش شرط الترتيب يا شباب. انا عاوز س، قلت له انت عاوز 2 و5. في التقاطع اللي حصل قلت له اللونين دخلوا على بعض عند الاثنين، يبقى الاجابه بتاعتي 2 راحت مع 2 و5 راحت مع 2. بس كده يا استاذ. السؤال اللي بعده، اوجد الوسط المتناسب. قلت له الوسط المتناسب كان ليه قانون، ايه هو؟ كنا بنحط موجب او سالب جذر ضربهم 16 الف تربيع باء تربيع. موجب او سالب جذر ضربهم، يبقى الناتج طلع موجب او سالب 4 من الف باء، ونحطهم جوه مطلق. ليه؟ علشان هم مجهولين والجذر ما بيطلعش سالب. تمام يا باشمهندس. مثل بيانيا المنحنى الداله ده س بتساوي 4 ناقص س تربيع في الفتره من سالب 2 ل 2. كنا بنعمل تعويض يا باشمهندس، نعوض بالسالب 2 نعوض بالسالب 1 نعوض بالصفر وبالواحد وبالاثنين. يلا نعوض. 4 ناقص سالب 2 اس 2 ب 4 تطلع الاجابه صفر، هنعوض بالسالب 1. 4 ناقص 1 دي بتساوي 3، هنعوض بالصفر. 4 ناقص صفر دي بتساوي 4، هنشيل السين ونحط 1. 4 ناقص 1 بتساوي 3، 4 ناقص 4 بتساوي صفر. كده يا باشمهندس انا قدرت اعمل جدول. الجدول اللي هو عباره عن ايه؟ س ودالة س، س ودال س. طيب حطينا سالب 2 وحطينا سالب 1 وصفر و1 و2. سالب 2 طلع بصفر، سالب 1 طلع ب3، الصفر ب4، الواحد ب3، الاثنين طلع بصفر. يلا نروح نعمل شبكه ونرسم. يلا. وليكن ده محور س وده محور ص. هنا الواحد، هنا الاثنين، هنا السالب 1 وهنا السالب 2. هنا كده كان 1 2 3 4. نبدا نحط النقط. سالب 2 مع صفر هنا كده، بعد كده سالب 1 مع 3، سالب 1 مع 3 هنا كده، صفر مع 4 هنا، 1 مع 3، 2 مع صفر. نوصلهم بالترتيب، ده اسمه منحنى الداله التربيعيه يا شباب. تمام تمام جدا يا استاذ. بيقول لي انا عاوز احداث نقطه الراس. قلت له دي بتكون نص الجدول، يعني هي الخانه دي اللي هي صفر و4،
يبقى 0 و4 هو إحداث الرأس. تمام، أنا عايز القيمة العظمى أو الصغرى. القيمة العظمى اللي موجودة لأن الراس فوق قيمتها ب4، ودي كان اسمها إحداثي الرأس. آخر سؤال في الامتحان بيقول إن كان س على كذا بتساوي ص على كذا بتساوي ع على كذا. قلت له دي خاصية 5. كنا بنعمل فيها إيه؟ كنا بنيجي نشوف عمل إيه في السين والصاد، جمعهم، بنقول له بجمع مقدمات وتوالي النسب الأولى والثانية. يبقى س زائد ص على أ وأ 2 من أ بتساوي إحدى النسب. ليه؟ لأن ب ناقص ب راحت وج ناقص ج راحت. طب ص زائد ع بجمع المقدمات وتوالي الثانية والثالثة. إيه اللي حصل؟ قلت له يبقى ص زائد ع على هنا أ ناقص أ راح باء وباء 2 باء بتساوي إحدى النسب. طيب مش دول يبقوا متساويين؟ يبقى أنا استفدت دلوقتي إن س زائد ص على ال2 من أ بتساوي ص زائد العين على 2 من ب. لو في هنا رقم هنا زيه يروح عادي، وهذا المطلوب إثباته. أتمنى أن أكون قدرت أفيدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.